وصلتني شحنة طلبتها أمس، تخيلوا ما شاء الله ما شاء الله على السرعة، الله يعز جرير، مو زي شيء أنت حسبي الله يعني قعدوا ما أدري كم أسبوع ولا ما وصلتني الشحنة. عموما أمس طلبت عدة كتب وجاتني يعني تفرقت الطلبية صارت على أكثر من شحنة. في كتاب طلبته بالإنجليزي وما كان متوفر في جرير السعودية، فإن شاء الله حيجيني من الإمارات. تمام، يعني بيتأخر شوي. وكمان في كتاب ما أعرف ليش هم تأخروا في شحنه، يمكن ما كان متوفر في المستودع أو شيء. المهم إنه برضو حيجيني على شحنة ثانية. وعموما وصلتني اليوم كتب، فأبغى أفتحها معاكم ونشوفها مع بعض. الباقيين إن شاء الله إذا جاني يعني أوريكم إياهم. أول مرة أطلب من جرير على فكرة، يعني كل المرات اللي قبل كنت أروح أشتري حضوري. لا يشكروني، عفوا. يا سلام، ترى خلونا نشوفه مع بعض. أول كتاب المرحلة الملكية. إيش قصة هذا الكتاب وليش أخذته؟ أول شيء هو من الكتب المشهورة صراحة، وأنا ما اشتريته عشان مشهور، اشتريته عشان يعني شفت توصية. تمام، كنت أتابع واحدة باليوتيوب وتكلمت عنه ومدحته. وقبلها كان عندي صديقة بالثانوي، تخيلوا أنا دحين خلصت ثاني جامعة، طالعة ثالث جامعة، فصاحبتي بثاني ثانوي كنا وقتها. المهم كانت جالسة تقرأ بحصص الفراغ، وقمنا سألناها أنا وصديقتي، يعني قلنا لها إنه إيش هذا. المهم صارت تكلمنا عن الكتاب وتمدح وتقول قد إيش إنه من الكتب اللي غيرت فيها وأثرت فيها. أنا وقتها فهمت ما جذبني يعني العنوان ولا يعني الغلاف ولا شيء، بس كذا فهمتوا لي عرفت اسمه، هو شكله صراحة مميز يعني ينحفظ. وجلس في بالي، وسبحان الله أمس وأنا أدور بجرير شفته، وبعدين أخذت كذا فرة أبحث عنه، حسيت عجبني. يعتبر من كتب تطوير الذات، أعتقد من تطوير الذات يعني، فمرة متحمسة له صراحة. ثاني كتاب لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر. مرة حلو العنوان، أحسه مرة يعني كذا فهمتوا اللي صنع من أجلي، لأنه يعني أنا صراحة مرة أدقق على أشياء كثير في الحياة، ودايما أمي تقول لي لا تدقق على الأمور الصغيرة، وأنا فهمتوا يعني أزعل بسرعة، يعني المهم عندي يعني شوية مشاكل مع الأولويات، وأتأثر بسرعة بالأشياء الصغيرة. ما أدري يعني أنا ما أحس إنها صغيرة، بس يعني أهلي يقولوا لي والناس يقولوا لي إنه لا تدقق، فهمتوا. فحسيت الكتاب يعني يعني لازم أقرأه لأنه بيفيدني، لدكتور ريتشارد كارلسون. هذا لديل كارنيجي، كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة. هذا الكتاب ما شاء الله كبير، من الكتب اللي التوصية، يعني عمتي كلمتني عنه، وكنت وقتها يعني يعني مرة بمرحلة في حياتي فهمت، كنت مرة يعني نفسيتي يعني تعبانة، فقالت لي اقريه وزي كذا وبس. يعني هو كان عندها تمام، وقالت لي خذي معاكي وقريه، وأنا طلعت من بيتهم ونسيت أخذه، وبعدها ما أدري إيش صار. ولما شفته في جرير أمس حسيت لازم أخذه،
وحسيته يشبه لا تهتم بصغائر الأمور، لأنه كلهم يتكلموا عن القلق وزي كذا، فمرة أتحمس صراحة إني أقرأ. هذا كتاب سيكولوجية الجماهير ما بعد لوبون. طبعا في كتاب مشهور اسمه سيكولوجية الجماهير لواحد اسمه لوبون، ما أعرف إيش. المهم هذا ما بعد سيكولوجية فهمتوا، ما بعد لوبون. أنا إيش صار لي أمس، شفته في توصية، كنت أدور عن توصيات وزي كذا باليوتيوب، وفي واحد أتابعه من زمان، واحد يلخص كتب وقناته جدا جميلة اسمه سامي البطاطي، فلقيته يرشح هذا الكتاب وجيت أبغى أخذه. كتبت في جرير في البحث، كتبت سيكولوجية الجماهير، تخيلوا ما طلع لي هذا. يعني إيش هذا، مرة صغير، أتمنى يعني يكون يستاهل ويفيدني. المهم بحثت عنه، قلت شكله سيكولوجية الجماهير الأصلي ما هو موجود، مع إني يعني مستغربة كيف ما هو موجود. المهم وبعدين شفته، تخيلوا يعني دخلت على الجرير بعدها بكم ساعة ولقيته موجود. يعني ليش كذا بعد ما طلبت؟ المهم خلوا إن شاء الله بعدين أطلبه. عموما هذا سألت تشات جي بي تي عنه، قال لي إنه هذا زي سيكولوجية الجماهير الأصلي، بس هذاك يعني يتكلم بشكل تفصيلي لأنه هو قديم الكاتب، لكن هذا شوية يعني فهمته من عصرنا، فيتكلم عن المنظور النفسي لسيكولوجية الجماهير، بس يعني في عصرنا ومع العالم الافتراضي والسوشيال ميديا وزي كذا، وتأثير النظرة الجماعية وما أدري. المهم مرة متحمسة إني أقرأ صراحة، بس شو يعني زعلانة إنه صغير، أتمنى لو كان أطول الصراحة، أحسه موضوع يعني مهم بالنسبة لي، نفسي أتعلم عنه أكثر. هذا الكتاب من الكتب المشهورة والأكثر مبيعا، اسمه التشافي من صدمات الطفولة لنورة الصفيري. فأول مرة أشوفه وفهمته يعني فجأة كذا حسيت أبغى أطلبه، لأنه أنا عندي صراحة صدمات كثيرة في الحياة مو بس في الطفولة، فأحسه بيفيدني علم نفس. وقلت بما أنه يعني فهمته مشهور وفي ناس يمدحوه، فقلت خليني أخذه. هذا الكتاب قوة العادات، المعروف لا يعرف، لتشارلز دويج. المهم هذا الكتاب من الكتب اللي مشهورة زي ما قلت لكم، معروف لا يعرف. زمان مرة زمان كنت أتابع قنوات باليوتيوب تلخص كتب وزي كذا، ومن الكتب اللي سمعت تلخيصها واستفدت من ملخصاتها هذا الكتاب، وكمان كتاب العادات الذرية. من القنوات اللي كنت أسمع لها علي وكتاب، لا اسمه علي محمد علي، واسم السلسلة اللي لخص فيها كتب علي وكتاب. مرة كنت أحب قناته، وحرفيا يعني تابعت له يعني ما أدري كم، أتوقع أني ختمت قناته يعني مبالغة، بس يعني المهم تابعت كثير من المقاطع واستفدت منها. وبرضو من القنوات اللي كنت لازلت أتابعها في تلخيص الكتب ولخصت هذا الكتاب قناة دوبامي كافيين كتب، قناة ناصر العقيل برضو المعروف لا يعرف. ما شاء الله الحين القناة فيها أكثر من 7 مليون، وأنا تابعته هذا الإنسان من بداياته، حرفيا أتوقع كان عنده 30,000. فأول ما شفته كان عندي نظرة حاذقة كذا، طليت وقلت هذا الإنسان راح يشتهر على ذا الأسلوب وذا المحتوى العظيم، أكيد راح يشتهر ومدري. المهم ما كمل تقريبا سنة إلا وطق 1,000,000، ما شاء الله عليه، يعني الله يزيده وينفع به. أنا ما أذكر تابعت سلسلة شرح ذا الكتاب أو لا، بس مرة يعني أرجحها بشدة، وإن شاء الله برضو أتابعها إذا قرأت الكتاب. أمس لما شفت هذا الكتاب حسيت خليني أخذه، لأنه طبعا القراءة مو زي الملخص لما تسمعه، ولا يغني الملخص عن الكتاب. وحسيت أني أبغى أبني عادات جديدة في حياتي جيدة، وأبغى أعرف كيف أمسكها. يعني أنا بنيت عادات كثيرة، بس كل شوية فهمت أضيعها وأسحب عليها وأتكاسل أسويها، يعني ما أستمر عليها. فحسيت أني لازم أخذه وأخذته. كنت بقول لكم حاجة، إنه أنا كنت مسافرة، اللي متابعني بالإنستغرام يعرف وبتويتر، أنا كنت مسافرة الأسبوعين الماضية، رحنا جدة والجنوب، كان صراحة سفرة حلوة الحمد لله. وتخيلوا طول السفرة كنت جالسة أقرأ هذا الكتاب، أوقاتك النفسية سجنك الأبدي ليوسف الحسيني.
شوفوا حتى آثار الجنوب هنا، حاطة ورود. شوفوا كيف نشفت، صارت تجنن. المهم قرأت هذا الكتاب في السفر، تخيلوا كنت حرفيا ماني مخلصة ربعه الأول، وفي السفر من كثر ما الطريق طويل ومن كثر ما طفشت هناك وما كنت أبغى أمسك الجوال كثير، جلست أقرأ وأقرأ أقرأ وأقرأ، المهم إلين ما خلصت الكتاب. تخيلوا يعني حتى كان فهمتوا نص السفرة، يعني لسه يعني في فهمتوا وقت وزي كذا وخلصته، وماني جايبة غيره في السفر. وحرفيا أول ما خلصته صرت أقول يا الله الحين إيش أسوي. وتعرفوا لما يعني في خط السفر في كثير يعني مناطق ما فيها شبكة، فما عندي شيء أتسلى عليه، يعني جوال ما في شبكة، إيش أسوي؟ فالمهم حزنت مرة لما خلصته وما عندي شيء الحين غيره، وحتى فكرت إني أعيده، بس يعني قلت خلاص يعني إيش دعوة. المهم إن شاء الله ناوي أكلمكم عن الكتب اللي أقراها وكذا فيما بعد. يعني عموما جلست أتوحم على الكتب من يوم ما خلص هذا الكتاب إلين ما رجعت المدينة ثاني، لدرجة إني حطيت من أهدافي أول ما أرجع المدينة على طول أطلب كتب. وأنا ترى يعني ماني من النوع اللي يقرأ كثير، يعني أقرأ فهمت وأقرأ وقارئة وأستمع إلى كتب وأشوف ملخصات كتب، يعني الحمد لله عندي ثقافة، بس ماني من اللي عندهم. يعني حتى عندي مكيتبة مو مكتبة، مكيتبة صغيرة، وأغلبها كتب يعني عندنا من زمان. فالكتب اللي أنا بنفسي أختارها وأشتريها يعني قليلة جدا. فقلت لنفسي ليش ما أطلب طلبية كذا محترمة أكثر من كتاب وأستثمر في نفسي. عشان كذا أول ما رجعت المدينة تخيلوا يعني بنفس اليوم اللي رجعت فيه كنت مرة تعبانة، مع ذلك مسكت الجوال وفتحت جرير وفتحت متجر كانفاس برضو، كنت مجهزة طلبات من وأنا هناك في النماص يعني، وطلبت كل شيء حطيته في السلة. ولما وصلت تخيلوا بعد ما ارتحت كذا شوية ومدري ايش، فتحت الجوال ودفعت، ولسه كانفاس ما وصلتني بس جرير وصلتني. فتخيلوا يعني لهالدرجة أنا مرة كنت متحمسة، وإلين دحين متحمسة، وبإذن الله راح أخلص دي كتب وراح أشتري غيرها وغيرها وغيرها، وأسوي مكتبة كبيرة وأخلي نص قناتي تتكلم عن القراءة، لأني مرة أحب العلم صراحة. بس والله بإذن الله خلوا مراجعاتي يعني للكتب اللي قريتها تكون في فيديوهات قادمة. وبس يلا إن شاء الله أشوفكم فيما بعد. 2000 years later. ترى شوفوا شو وصلني، هذه من جرير وهذه من كانفاس. لسه أتوقع باقي الجرير شحنتين، يعني حسبي الله ليش كذا يسوى، أنا ما أعرف. طلبت طلبية واحدة تقسموها ليش؟ المهم خلونا نفتحها مع بعض. بسم الله. طبعا أنا ماني عارفة هذه أي شوف الصراحة أحس إني يعني ظالمة في جرير شوية، لأنه أنا طلبت طلبيتين تمام، بينهم تقريبا 10 دقائق، بس هم أتوقعت إنهم بيحطوها لي في طلبية واحدة، بس هم الطلبية الأولى قسموها 3 أقسام، في يعني حطوا كل الكتب الستة اللي شفتوها بالمجموعة الأولى مع بعض، وكتاب قلت لكم متأخر لأنه يمكن ما كان في المستودع حطوه الحال أدبي، وكتاب اللي هو قلت لكم بيجيني شحن من الإمارات اللي بالإنجليش. فأنا ما كنت أعرف إنه حق الإنجليش يعني بيجيني يعني فهمت، شفت مكتوب رسوم جمركية بس ما توقعت إنهم بيفصلوا الشحن يعني. يعني مدري أحس عندهم وجهة نظر. والطلبية الثانية اللي هي هذه أنا بنفسي طلبتها الحال بعد ما خلصت، عشان تذكرت إنه ما طلبت كتب عن الأندلس وأنا نفسي أطلب عن الأندلس فطلبتها. فيمكن أنا أتحمل جزء من الغلط بس عشان ما بظلمهم. ما الشعر مرة حلو. الله هذه
هذول صراحة ما راح ألوم ديالي عليهم، لأنه أنا طلبتهم بطلبية مستقلة، يعني ما قلت لهم حطوها بطلبية مستقلة، بس طلبتها بعد الأولى بتقريبا 10 دقايق، فالله يهديهم يعني لو حطوهم مع بعض كان أحسن. ثلاثية غرناطة، مو بعين، ثلاثية غرناطة. الثاني ربيع الأندلس، ما شاء الله كبار يعني كبار. معلومة عني يمكن ما تهم أحد بس أبغى أقولها، أنا مرة أحب الكتب الكبيرة لأني أحس إني حأدخل جو أكثر وأخذ وقت بعد ما أخلصها، فأتحمس مرة لها. أتوقع إن كلهم روايات، ما أدري هذا رواية أو كتاب تاريخي، بس عشان عن الأندلس أخذته. ما توقعت كذا أحجامهم، الحمد لله حيعوضوني عن ذلك الصغار. طيب خلينا نفتح طلبية كانفاس. مين معايا يتفق إنه فتح الطلبية من أمتع الشعور، من أمتع المشاعر؟ إيش جمع شعور؟ مشاعر صح؟ من أمتع المشاعر اللي ممكن الإنسان يجربها، خصوصا كذا صوت الكرتون والقراطيس، وإذا كنتوا طالبين شيء كذا فيه له حديد، صوت الحديد يا الله شيء مرة حلو. وريحة الكتب، كيف نسيت ريحة الكتب، طلبيات الكتب وطلبيات الرسم يعني، أو أي شيء يعني أنتوا تحبوه. أنا لما طلبت أدوات القهوة المقطرة مرة كنت فرحانة، فأي شيء أنتوا تطلبوه وتحبوه يعني حتستمتعوا فيه بغض النظر يعني هو إيش. من هيني هذه ماركر 36 لون، خلينا نطلعهم بعدين نفتحهم. يعني تعبئة فراغ الظاهر. اوكي هذا سكتش بوك، هو مرة صغير مرة صغير بس نايس يعني، أحب الأشياء الصغيرة أنا. هذا للماركر، يا الله مرة فرحانة، مرة متحمسة للماركر أكثر شيء. هذا color pencil pad، إيش يعني لأي لون؟ دقيقة أتوقع للسكتشز يعني. color pencil pad، إيش يعني color pencil pad؟ لأنها هذه برضو من هيمي ألوان قواش. ترى سلام. هذا إيش هذا؟ ميديم، هذا للألوان الزيتية. أنا اشتريت مجموعة ألوان زيتية، فالظاهر هذا لها، ما أعرف كيف يستخدم بعدين بشوف. أويل كولر سيت، يا سلام مرة يحمس. طيب 5 فرش كولكشن. أتوقع هذا أنا اشتريت فرش لكل الخامات، قواش أكريليك ومائي، أنا يعني حق كل شيء، فما أدري هذه هي ولا لا. هنا عشان ما عندي هذا الجدران، هذا لللمعة ولون فضي وذهبي. ما أعرف الفضي والذهبي إيش استعمل، بس هستعمل أكيد يعني. وايت جيسو، أتوقع هذه الألوان الزيتية برضو. أنا ترى ما أعرف شيء في الزيتي، متحمسة صراحة. أوكي ترى هذا الكانسون الأكريليك، شايفين كيف ورق الأكريليك سميك. أوف إيش هذا؟ أوف ليه كذا؟ أشوف الرقم. عز الله اني صرت في الماقة في الحرج. قدرت تفتحهم الحمد لله، بس بعضهم زي هذه انشق معايا، وزي أول صفحة كمان انشقت، بس يعني شق مو كبير. فكرت أرجعها لهم بس ما نعرف صراحة، أحس خلاص انفكت، بس مرة تانية بنتبه صراحة إذا جيت أشتري يعني. ما أدري كيف بنتبه والله، بس بنتبه. المهم شيء مؤسف، زعلانة عندي شكله. يلا الحمد لله. هذا كانفاس، أتوقع هذا للأويل، للزيتي هذا، ما شاء الله حجمه مرة كبير. أوكي هذا إيش كذا رامين وكذا مسكين. اشتريت مايكرون 0.5
يعني عشان عندي درجات أكبر وأصغر، بس ما عندي هذا. نشوف. اشتريت هذه دبابيس عشان أبغى أشتري للمكتب حقي بورد خشبي عشان أصير أعلق عليه الأشياء، الستيكرز وكذا والشهادات والعبارات اللي أعلقها وصور. يا سلام، هذا إيش؟ بالروسي مكتوب. أوكي، ووتر كلر بنسل. أوكي، هذه يعني أقلام بس ألوان مائية خشبية، أتوقع كذا اسمها. إيش فيه؟ بسم الله يا جماعة. في لفظ. يا سلام، شوفوا يا سلام، شوفوا، يحمس صراحة، مرة متحمسة. اوكي، هنا عندي أكريليك، صح؟ أكريليك 12 لون من ماركة ستوديو. اللي بعده عندي كانفاس. هذا الإيش؟ دقيقة، ما أتذكر اشتريت اثنين، ناس الألوان الزيتية والأكريليك. شكله جاء مع الأويل برضه. أوكي، هنا شوفوا، اشتريت مساحة. أنا اشتريت مساحتين، هذه مستطيلة، طيب، والثانية هذه العجين. متحمسة أجرب العجين صراحة أكثر شيء. اوكي، شوفوا، اشتريت أقلام عشان الدراسة وزي كذا، أقلام ملونة. بس بعد ما اشتريتها اكتشفت إنه عندي يعني حاسب إنه أقلام مخلصة. هذه الإيش جات مع الأويل. أنا الأويل يا جماعة اشتريت بوكس كامل فيه كل شيء المفروض، عشاني مبتدئة، فقلت أشتري بوكس أختصر على نفسي وأرخص. بس إيش هذا؟ ما أذكر إني اشتريت كذا شيء، ما أدري إيش مشكلتهم مع ذي الكراسات كذا من تحت. أخاف تنشل. بسم الله. أوكي، يعني ماني فاهمة هذا ورق الحين ولا إيش وضعه بالضبط. 60 ورق غريب. ما أذكر إني اشتريت زي كذا، يمكن هدية، ما أتوقع. هذا بلاستيك باليت نايف ست، هذا ما اشتريته. دقيقة براجع البوكس حق الأويل، أكيد إني أنا ناسية شيء، يعني مستحيل ما اشتريت شيء زي كذا. أنا أذكر مريت عليه وقلت عندي عجينة سيراميك، بس ما استعملتها، ما أخذتها. شوف كيف عليه أشياء مو نظيف، ولا هو كذا، إيش وضعهم يعني. المهم خلصت الطلبية. باي. طيب، خلونا نراجع أشياء. وطبعا زي ما انتم شايفين يا أصدقاء، أنا بعد ما خلصت قلت باي للبوكس، مو لكم، للبوكس أقصد. وبعدها كذا رفعت الكاميرا وقلت خلونا نراجع أشياء، وبعدين انفصل، ما أدري إيش صار، نسيت، يمكن انشغلت بعدها أو شيء. المهم إني أنا كنت مخططة أرجع أفتح معكم الألوان ونشوف مع بعض، بس حسيت المقطع بيكون مرة طويل، وهو أوريدي دحين طويل، يعني ما أدري مين حيتابع، بس أتمنى أنكم تتابعوه، وإذا وصلت لهنا فأنتوا أساطير. المهم، فإن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح أجرب معكم الألوان وكل شيء اشتريته، عشان يصير في تنوع في المحتوى وما يصير كل شيء مكدس في فيديو واحد. فبس لين هنا وانتهى الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا. ما أدري استفدت من إيش، صح، الكتب. أوكي، بس كذا، أتمنى تكونوا. المهم، أشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاية. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتتابعوني على حساباتي كلها موجودة على الشاشة. مع السلامة.